أكتر فيديوهين اتكعبلت فيهم الفترة الأخيرة يبينوا قد إيه إحنا بقينا في مستنقع. يعني أخلاق الناس بقت عاملة إزاي. فيديوهين يبانوا بساط جدا مع إن في واحد فيهم طلع ترند جامد، بس بيبينوا يعني السوشيال ميديا عملت فينا إيه. بهدلتنا على فكرة. وأشك إن دي فتنة آخر الزمن اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال عليها. أول فيديو فيهم لواحد كده أنا معرفش مين ده، بيقعد يرقص ويترعش ويتنطط ويعمل حركات غريبة بجسمه. كل فيديو يقول لك خش قدرني واعمل لايك وقدر تعبي في الفيديو ومش عارف ايه، وهو بيقدم محتوى انا اسف جدا كلام فارغ. وحتى فكرة ان راجل يطلع يرقص دي فكرة مستفزة جدا. هو ولد صغير، شاب صغير يعني اول العشرينات. فكان في فيديو بيعمله هو ومعاه اتنين كمان كده بيرقصوا على اغنية مشهورة. هو دايما بيحب يرقص عليها ويترعش كده ومش عارف ايه. فهم كانوا بيرقصوا في حتة فيها حركة وفيها ناس في مينا تقريبا حاجة كده. فهم بيرقصوا وبيعملوا الهبل ده. واحد راجل شقيان وتعبان معدي كده بعربية يد، شيال يعني، قام عدى قطع الفيديو، زعقوا له واتنرفزوا عليه شايفين العبث؟ يعني انتوا بتعملوا هبل، ناس رجالة وشباب المفروض يكونوا بيشتغلوا وبيشقوا كل يوم واقفين بيرقصوا ومتضايقين ان راجل شقيان، راجل بمعنى الكلمة، معدي قطع فيديو رقص بقى هو اللي غلطان. هو دي الحياة اللي احنا بقينا فيها. الهلس بقى المهم والشقيان اللي هو بيقبض ملاليم مقارنة بالهبل اللي بيطلع للناس دي من السوشيال ميديا، بقى هو الراجل اللي غلط وزعقوا له وبقى هو اللي غلطان وهو المفروض يتأسف. مشهد العبثي التاني طبعا اللي بين لنا الأخلاق والبيوت بقت عاملة ازاي، مشهد البنت ومامتها المنتقبة اللي كانوا بيتريقوا. طبعا الست طلعت دفعت وقالت دي البنت حلمت حلم لأختها وهم قصوا الفيديو. يعني طبعا حضرتك عشان يا ريت نطلع غلط وانت اللي صح، بس هو فين الفيديو الاصلي اللي بتقولي عليه وفين اختها اللي انت بتقولي عليها؟ بس ما علينا يعني. فكرة ان راجل رايح يتقدم، راجل بمعنى الكلمة بيعمل زي ما ربنا قال ادخلوا البيوت من ابوابها، يقوم يتعمل فيديو. يعني انا لحد دلوقتي مش مصدق ان ده حلم وده تهريج يقوم يتعمل فيديو تريقة وتطلع البنت والست بقى. يعني ما شاء الله انت منتقبة، يعني المفروض انك يعني ملتزمة بالدين اللي هو الدين الاخلاق زي ما النبي قال، والدين المعاملة مش مجرد مظاهر وعبادات. يعملوا فيديو تريقة على الراجل وعنده عربية وضحك وكركعة والبنت طالعة بفول ميك اب يا جماعة السوشيال ميديا بهدلتنا. هي دي الحياة اللي احنا بقينا فيها. البني آدم بقى بيتقاس بالفلوس اللي معاه وبتايتله وبعربيته ساكن فين، وهي دي الأساس. مش مهم يبقى هو مزبلة من جوه، مش مهم. والناس اللي بتقدم محتوى تافه في الحياة بقى مش على السوشيال ميديا بس، بقت هي اللي صح وهي اللي بتعمل حاجة مفيدة للمجتمع. والناس الشقيانة زي الراجل اللي عدى بالعربية اليد هو اللي غلطان عشان قطع الهلس. راجل بيسعى على أكل عيشه بالحلال قطع الهلس فبقى هو اللي غلطان. ربنا يعافينا يا رب ويبعد عننا الفتن المنيلة بستين نيلة دي ويفرجها علينا. بس يعني فيديوهين يكئبوا الواحد على الصبح. هكمل أنا بقى قهوتي وصباح السعادة.